عاجل جدا، صدمة جديدة في أسعار الدولار في مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد من فيديوهات اقتصاد 360. خليني أبدأ معاك كده بسؤال مباشر ومهم جدا. انت مصدق فعلا ان الدولار ممكن ينزل ل 45 جنيه ولا اللي جاي اصعب والدولار في طريقه لل 50 51؟ خلي بالك كده، احنا مش بنتكلم عن اشاعة ولا كلام قهاوي ولا تهويل كده يوتيوبر، احنا بنتكلم عن توقعات جديدة صادرة من مؤسسات دولية ومتزامنة مع حركات فعلية حصلت النهاردة في البنوك المصرية. السؤال الأخطر بقى هنا اللي بيطرح نفسه، هل اللي بيحصل دي بداية موجة صعود جديدة ولا مجرد حركة مؤقتة وهتعدي؟ خليك معايا كده لأن الحلقة دي هتفرق معاك قوي. لو معاك جنيه واحد، وحتى لو بتقبض بالجنيه، ولو حتى انت مستثمر مصري او اجنبي دخلك بالجنيه، عاوز تعرف هقول لك. بس علشان اقول لك، لو اول مره بتشوفني ما تنساش انك تدعمني باللايك سبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى حصري. ايه اللي حصل النهارده في البنوك المصريه؟ خلينا كده نبدا من ارض الواقع. النهارده الدولار في البنوك الرسميه اتحرك لفوق. ناس كتيره بتقول يا عم فين الصعود ده، لسه في 47 جنيه. وانا هنا لازم اوضح لك نقطه مهمه جدا. الاقتصاد مش بيقاس بالارقام المطلقه، بيتقاس بالحركه. امبارح واول امبارح الدولار كان حوالين ما بين 47 جنيه 10 قروش، 47 جنيه 15 قرش. يا عم يعني انت عامل هوليل ليه عشان القروش؟ اصبر كمل معايا الفيديو. النهارده وصل ل 47 جنيه فاصل 32 قرش، وفي بنوك تانية وصل ل 47 جنيه فاصل 35 قرش. هل الزياده دي كبيره؟ لا طبعا. بس هل دي مؤثره؟ لان اي حركه صعود حتى لو كانت 20 25 قرش في السوق حساس زي السوق المصري بتبقى رساله، مش مجرد رقم. الرساله دي بتقول ان في ضغط، ان في طلب، ان في عوامل شغاله تحت الترابيزه. ليه بقى؟ ليه لازم نبص على الدولار عالميا قبل ما نقول اي حاجه؟ الدولار في مصر مالوش علاقه بالعالم، عشان بس نبقى متفقين قبل ما نخش في الكلام اللي احنا هنقوله. لان الكلام اللي احنا هنقوله يعني اسمعه وانت علق براحتك، مش هقول لك بقى لا حلو ولا وحش، اسمعه وعلق انت. الدولار في مصر بيتاثر بشكل مباشر بحركه الدولار عالميا. ايه وضع الدولار عالميا دلوقتي؟ ناس كتير هتقول الدولار ضعيف وبيفقد قيمته. طب صح كده، وده اللي احنا بنسمعه في كل التعليقات، وده كلام صح. بس الكلام ده نص الحقيقة. كل التقارير بتقول اللي بيتكلم عن تراجع الدولار بيتكلم بالمقارنة بنسبة بالسنة اللي فاتت. الأسابيع الأخيرة المؤشر اللي بيقيس قوة الدولار قدام سلة العملات هنلاقي ان الدولار بيستعيد قوته من جديد. ليه الدولار بقى العالمي بيقوى من تاني؟ عندك اكتر من سبب. السياسة الامريكية، الولايات المتحدة الامريكية ماشية بسياسات اكتر تشدد، اكتر حماية للاقتصاد الامريكي، دعم مباشر للدولار. التضخم الامريكي في امريكا لسه اعلى من المستهدف 2%، ولسه منزلش بالشكل اللي الفيدرالي عايزه، وده معناه ان الفيدرالي ممكن يفضل مشدد للسياسه النقديه بتاعته، وممكن ما يقللش الفايده بسرعه، ويمكن كمان يرجع التشديد النقدي، وكل ده دعم مباشر للدولار عالميا. نرجع بقى للملف المصري. السؤال الحقيقي، ايه اللي بيحرك الدولار في مصر؟ الاجابه ببساطه عاملين اساسيين في مصر. العامل الاول الدولار العالمي، وانا لسه شرحه لك من شويه. اما بقى العامل الثاني الالتزامات اللي على الاقتصاد المصري، وهنا بقى مربط الفرس. التزامات مصر في الربع الاول من 2026 بسداد اكتر من 24 مليار دولار. رقم تقيل مش بسيط، رقم بيعمل ضغط. السؤال بقى هنا، هل الضغط ده كافي انه يكسر الجنيه ويطلع الدولار قفزات كبيره؟ الاجابه الضغط موجود بس مش انفجاري. يعني ايه؟ يعني مش انهيار ولا استنزاف، لكن تآكل بطيء للجنيه. هل الضغط ده هيودينا لسيناريو ال 45 ولا سيناريو ال 51؟ سيناريو ال 45 لازم يحصل للآتي:
طفرة تصديرية حقيقية، تدفقات دولارية ضخمة ومستدامة، عرض دولار أعلى من الطلب. هل الكلام ده حصل؟ لحد دلوقتي لا. يبقى احنا بنتكلم عن صادرات حوالي 50 مليار دولار سنويا، الكلام الرسمي 100 مليار دولار و145 مليار في 2030. بس لسه الأهداف مش باينة. أما سيناريو ال 51 جنيه المؤسسات الدولية شايفاه، التقارير بتدعمه. أما صندوق النقد الدولي كان متوقع الوصول ل 54 جنيه وبعد كده عدل لتحت. أما ستاندر كانت شايفاه ب 52 ل 53 وعدلت بقى 51. ليه؟ لأنهم شايفين إن سعر الصرف لسه غير محرر بالكامل. اما البنك المركزي لسه بيتدخل وفي حدود سعريه غير معلنه. اما بقى البنك المركزي هو نقطه حساسه جدا، خلينا نقولها بصراحه، سعر الدولار في مصر مش حر 100%، بس لكن في اداره، في توجيه، في سقف غير معلن. وده مش رأيي أنا، ده كلام صندوق النكد نفسه. وده معناه إن أي تحرير أوسع ممكن الدولار يطلع خطوة كمان. تعال بقى نبص بصة على آراء المتابعين الناس. تعالوا بينا. عندك أول تعليق معانا وهو من أستاذ فايز مدكور، بيقول لك: يا أستاذ، التعويم السابق كان أكتر من قيمته، فلذلك الآن يجب عدم زيادته. هو شايف إن آخر تعويم هو اتعوم الجنيه أكتر من قيمته، فعشان كده ما ينفعش إن تبقى فيه زيادة أكتر من كده. تاني تعليق معانا وهو من أستاذ محمد إبراهيم، بيقول لك: الديون الداخلية وصلت ل 13 ألف مليار جنيه مصري، والاحتياطي الدولاري الحقيقي 13 مليون دولار احتياطي حقيقي، و38 مليار دولار ودائع خليجية. فبإجمالي في كده السعر الحقيقي للدولار في مصر يتخطى ال1000 جنيه مصري. على فكرة الدولار بينزل قدام الذهب، وقية الذهب وصلت لكام؟ 4600 دولار. يعني من 2021 الدولار انخفض امام الذهب 4 مرات، فكانت الاوقيه ب 1000 دولار. اللي بيحصل في العالم هو انهيار عالمي للاقتصاد. الريال الايراني اصبحت قيمته صفر. سعر الفرخه في ايران ب5 مليون ريال ايراني، وايران لديها ثروات نفطيه هائله. اذا القصه ما هي الا حصار اقتصادي للدول المستهدفه، وذلك بقوة الدولار. ماشي، أنا معاك في اللي أنت قلته، بس اللي أنت قلته فوق بتاع يتخطى ال1000 جنيه مصري دي، يعني أنا آسف يعني ما تخشش في ذمتي بربع جنيه. إيه اللي أنت قلته يعني؟ مش فاهم برضه. يعني أنت شايف إن قيمة الجنيه الفعلية، إن هو قيمة الجنيه الفعلية قدام الدولار يتخطى ال1000 جنيه؟ إزاي يعني؟ إزاي يا عم؟ يا عم أنت بتقول إيه؟ هي وجهة نظر. لو أنا مش فاهم برضه يعني فهمني اكتر. عندك استاذ احمد العسيلي بيقول لك: ما حصلش، الدولار في كل حته بينزل، الدولار في اقل مستوى ليه قدام اليورو. ماشي، انا معاك. الفتره اللي احنا فيها هي فتره هدنه او استراحه محارب زي ما بيقولوا لعمله الدولار امام العملات، مفيش مشكله. عندك اخر تعليق، انا على فكره هما في تعليقات اكتر من كده، بس انا باخد يعني ايه، في تعليقات انا مش فاهمها فانا بعرضها لحضراتكم على الشاشه. اللي مش يعني لو انا مش فاهم فهموني. استاذ اسمه دي هارد نبيل: عاوز تعرف سعر الدولار الحقيقي؟ شوف سعر دولار الصاغه، هتلاقي فيه فرق 30 قرش او 40، يعني هنقول عادي، بس الفجوه هتوسع زي ما حصل في 2022. امبارح اغلب الصاغه ما عندهاش سبايك 1 جرام ولا 5 ولا 10، وده معناه ان الضغط كبير على شراء الذهب، وطبعا ده معناه ان الدولار ممكن يعدي ال 54 لو الوضع كمل على كده، لان ببساطه السيوله اللي مع الناس بقت بتشتري بيها ذهب، ومستحيل يعملوا شهادات تاني. الذهب حقق ارباح 70% السنه اللي فاتت، والفضه حققت 150%. فبالعقل كده احط فلوسي في شهاده ولا استثمر في المعادن؟ فالحل هنا بقى عند البنك المركزي ان هو يخفض الجنيه 10%، لكن تعويم كامل اعتقد صعب جدا، ولازم نركز على ان السيوله اللي مع الناس هتتجمد في اصول. فيا ريت حضرتك تتكلم في الموضوع ده، وشكرا ليك جدا. انا شايف بصراحه تعليقه متميز جدا. راجل هو يعني الكلام ده ما يطلعش الا من سايغ، ولو هو مش سايغ يبقى راجل قاري المشهد في كل الاوضاع. بس يعني انا بحييك فعلا على التعليق ده. هو فعلا الناس كلها دلوقتي توجهت ان هي تشتري الذهب، خصوصا مع انتهاء شهادات
27% اللي كانت معموله السنه اللي فاتت. فعلا انا شفت ناس كتيره جدا بتتوجه لشراء الذهب، فهو الذهب دلوقتي هو رقم واحد، الدولار بقى رقم اتنين او رقم تلاته. هتقول لي ازاي بقى رقم اتنين او رقم تلاته؟ هقول لك إيه، الناس دلوقتي بقت بتحط فلوسها في ذهب او في عقار، تمام. انما الدولار دلوقتي، ما انا شايف من وجهه نظري كله بدا يبعد عنه، لان في كلام كتير عليه، هيطلع لا هينزل، الامور مش مستقره، ترامب مش مريح نفسه ولا اللي ما يسموش مريحين نفسهم، فكل ده هيأثر علينا، هيأثر علينا بقى بالسلب او بالايجاب. الرؤيه مش واضحه، يعني هي ملهاش كتالوج احنا ماشيين عليه دلوقتي في الوضع الاقتصادي اللي احنا عايشينه، فربنا يستر الايام اللي جايه. فشكرا لحضرتك استاذ، هسميك بقى نبيل عشان انا مش عارف اقرا الاسم الاولاني ده سامحني بقى. تمام يا جماعه، نكمل الفيديو بتاعنا. الخلاصه من غير لف ولا دوران عزيزي المشاهد، هبوط الدولار ل 45 جنيه بعيد جدا دلوقتي. تاني، هبوط الدولار ونزول الدولار ل 45 جنيه بعيد جدا دلوقتي. الناس اللي بتقول هيوصل ل 45 انا معاك، بس مش دلوقتي. استقرار حوالين 47 ده ممكن، وحاليا في التوقيت الحالي صعود تدريجي لل 50 وال 51 الاقرب للواقع على المشهد اللي انا شرحته لحضرتك. قول لي رايك في التعليقات، وافضل تعليقات هنعلن عنها الفيديو اللي جاي. سؤالي بقى ليك هنا وده مهم جدا عزيزي المشاهد، انت شايف ايه؟ الدولار هيستقر ولا هيطلع؟ ولا احنا داخلين على موجة جديدة من ارتفاعات للدولار امام الجنيه؟ قول لي رأيك في التعليقات. لو عجبك الفيديو ما تنساش بقى انك تدعمني باللايك وسبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.